حاجتين مهمين جدًا لازم تكون عارفهم قبل ما تشتري الخشب. لازم تعرف إن الخشب عبارة عن تخانات. أول تخانة عندنا بتبقى 3/4 وسمكها 1.9 مللي. بعد كده التخانة التانية بتبقى بوصة 2 سم ونص. دُولَة بيستخدموا في الأرفف لو هتعمل مكتبة، لو هتعمل مطبخ. بعد كده البوصة ونص بتبقى 3 و8 مللي. بعد كده ال2 بوصة بيبقوا 5 سنتي، بيستخدموا في الأبواب والشبابيك، وكذلك بيستخدموا في تصنيع الرُكنات. بعد كده 3 بوصة بتستخدم في الأرجل بتاعة السُفرة. دي باختصار التخانات بتاعة الخشب. بعد كده عشان تعرف الفرق بين خشب السويد والخشب البياض، بضفرك كده عند الحرف واتّكيت سِنّة صغيرة، لو ضفرك غرز فيه يبقى ده خشب بياض أو روسي، بتبقى سعره أقل شوية. لو أنت معايا لغاية دلوقتي ده تحدي الpublic speaking، وعايزك تشوف أول فيديو أنا عملته بيشرح التحدي نفسه. النهارده حبيت أصعّب التحدي شوية، أطلع برّه وأتكلم، وأتكلم بطلاقة أكتر. تابعوني برضه في الفيديو اللي جاي.